البرتغاليين كانوا يدوروا الأماكن المهمة في كل مكان في الخليج العربي، فشافوا أن هذا هو مكان مهم جدا. طبعا القلعة هذه فيها 4 أبراج، طبعا هذا 1 وهناك 2 3 والرابع اللي هو هنا ما أعيد ترميمه لأنه راح مع الأيام وظل زي ما هو. كانت هذه القلعة هدفها الأساسي حماية هذا المكان، قلعة حربية يعني دافعوا عن كل المكان هذا، ولذلك كان في مدافع هني موجودة قبل سنين وشالوها. شفتوا الفتحات هذه لا موجودة؟ كانوا حاطين فيها مدافع. العين العودة هذه اللي هنا حق النساء فقط، ويمشي الماء من تحت لين يوصل هناك. بعد هذا المسجد يسموه حمام تاروت، حمام باشا، وكان يجري الماء من تحت الأرض إلين يطلع إلى المكان الثاني. يسبحوا الرجال في المنطقة الثانية والنساء يسبحوا في هذا المكان. كانت المنطقة اسمها واحة القطيف، الغناء، الخضرة والماء والوجه الحسن، صح ولا لا؟ كل واحد زين. فعموما هذه القلعة الآن الحين بس أبغى أعرف، عرفتوا كم من اللي بناها؟ البرتغاليين. قبل كم سنة؟ 5000 قبل 5000 سنة قبل الميلاد، يعني تعتبر من أقدم الآثار في العالم. هذه القلعة قلعة تاروت. حسب ما يقال وحسب ما الناس تروي أن هذه الديرة عمرها تقريبا بين 300 إلى 350 سنة. البيوت معمولة من الجص. شوفوا هذا يسموه جص. تعرفوا وش الجص؟ والحجر يجيبوه من البحر. هذا الحجر يجيبوه من البحر، ما في طابوق الأول، من البحر يدخلوا البحارة ويجيبوا الحجر يسموه القص. وش يسموه؟ القص. يروحوا بعمود كبير في مكان منطقة كلها حجر في البحر، ويقصوا قطع من الحجر زين ويجيبوها إلى هنا ويكسروها صغار، وبعدين يبنوا بها البيت. الجص هو عبارة عن مزيج بين القش وبين طينة البحر وبعض المواد الطفو ما طفو الأشياء هذه، على أساس يعطينا نوع من طريقة تماسك، يعني اسمنت ما يستخدمه. تعالوا وياي. شفتوا هذا الباب؟ شوفوا جمال الباب، شوفوا الجمال، شوفوا الزخرفة، شوفوا كيف جميلة جدا. الله، شوف كيف التفاصيل البسيطة اللي موجودة في الباب. الغلقة مالت الباب هذه يضربوا بها الباب، هذا بدل الجاص الأول. شوف الزخرفة هذه اللي موجودة هنا، الزخرفة الموجودة هنا هذه يعملوها نفس البنايين النجارين، يعملوا أبوابهم ويعملوا زخارف بيوتهم كلها بشكل جميل جدا، ولا في مهندسين ولا في مكاين ولا في شيء أبدا. احنا الآن في زيارة أحد البيوت القديمة جدا في جزيرة تاروت، هو إلى عائلة السني، والبيت يمتاز بميزة جميلة جدا هي العمارة الإسلامية. شوفوا كيف الأقواس، شوفوا كيف الأقواس الجميلة هذه كلها موجودة في العمارة الإسلامية. الشيء الثاني لو تلاحظوا تفاصيل البنيان، لاحظوا تفاصيل البنيان. شوفوا السقف من ويش معمول. السقف معمول من ويش؟ من جذوع نخيل. ممتاز. هذا السقف من ايش معمول؟ من الشندل.
وش اسمه؟ جندل. هذا خشب يجيبوه من مناطق معينة ويستخدم إلى الأسقف وينوضع عليه عدة أشياء. لاحظوا طريقة البنيان كيف التهوية، يجي الضوء من الشمس إلى داخل البيت. الحين بنروح فوق وبنشوف بعض الغرف. شعور يعني عظيم وانا واقف هنا، احس يعني بعظمه. انبسط اني جاي قلعه تراثيه وتراث اجدادنا واستمتعت فيها والبيوت واستخرفوا ودوله، والحمد لله تحقق. الزياره هذه الحمد لله اشوف على وجوه ابنائنا الفرح والسرور وانهم يتعرفوا على التراث، وهذا طبعا واجب علينا جميعا. فاتمنى ان شاء الله ان نكون وفقنا الى هذا الشيء، وان شاء الله نعيد الكرة مرة ومرتين إن شاء الله. وين موجودين الحين؟ جزيرة تارو. نقول لأحبابنا وزملائنا في المدرسة تعالوا زوروا جزيرة تارو. جزيرة تارو.